ما تنساش دير اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو وضغط زر الجرس باش توصل معنا بكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. ونبدأ بأول خبر. دخل الحزب الشعبي المعارض الإسباني في مواجهة مفتوحة ضد المغرب، ففي ظرف أسبوع واحد فقط قام هذا الحزب ب3 مبادرات في مجلس النواب طالب عبرها بالتراجع عن تغيير الموقف الإسباني بقضية الصحراء المغربية الذي وقعه بيدرو سانشيز عام 2022، مثلما عقد 5 نواب من نفس الحزب اجتماعا في جزيرة كاران كناريا مع ممثلين عن جبهة البوليساريو، وهو اجتماع سيثير ردة فعل في الرباط بلا شك. وحضر الاجتماع الذي عقد في المجلس البلدي لجزيرة كاران كناريا 2 من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي والمستشار بحكومة أرخبيل الكناري للتضامن الدولي كارميرو راميريز. جاء هذا الاجتماع بعد أيام من موافقة الكونغرس على 3 مقترحات غير قانونية بشأن نزاع، 2 منهما قدمهما حزب الشعبي لتعزيز المساعدة الإنسانية لمخيمات اللاجئين وانتقاد تحول سانشيز، والثالث قدمه حزب سومار اليساري الذي دافع عن إجراء استفتاء على تقرير المصير، وحصل أيضا على دعم حزب الشعبي اليميني في كلا الاقتراحين، فيما اختار الحزب الاشتراكي الإسباني الامتناع عن التصويت. وعلى العكس الحزب الشعبي قطع الحزب الاشتراكي أي علاقة رسمية له مع البوليساريو، ويحاول مؤخرا دعم الحركة الصحراوية من أجل السلام داخل الأممية الاشتراكية الدولية.